فلما جم هم سألوا عن الروح فالرسول سكت، انتظر الوحي والإذن من ربنا سبحانه وتعالى. ولما ربنا سبحانه وتعالى أنزل للرسول الوحي كانت الإجابة في آية عظيمة جدا جدا قالت: أهلا بيكم. كان الرسول عليه الصلاة والسلام في المدينة ماشي زي عوايده، بيتمشى في المدينة، بيتفقد الناس، بيتكلم معاهم، بيدعو لربنا سبحانه وتعالى. وهو ماشي شافوه مجموعة من اليهود، حبوا ان هم يسألوه شوية أسئلة كده، فكانوا بين بعضهم عمالين يقولوا يلا نسأل محمد يلا نسأل محمد. فبعض منهم قال لا خلاص بلاش نسأله. المهم خدوا القرار انهم لازم يروحوا يسألوا سيدنا محمد عن 3 حاجات مهمة جدا. ال3 حاجات دول ايه؟ اول حاجة سألوه عن مين هو ذو القرنين ومن هم فتية الكهف. وثالث سؤال سألوه اليهود للرسول عليه الصلاة والسلام هو ما هي الروح. فالرسول عليه الصلاة والسلام ما كانش عنده علم عن ايه هي الروح. ومن حكمة الأنبياء انهم ما بينطقوش عن شيء هم ما يعرفوهوش. مهم جدا نفهم ان الرسول او النبي لما حد بيسأله بيجاوب باللي هو يعرفه، ما يقدرش ان هو يتخطى الحدود ويقول انا اعرف شيء وهو ما يعرفوش، لان العواقب دي بتكون وخيمة جدا على الرسول او على النبي. فلما جم هم سألوا عن الروح فالرسول سكت، انتظر الوحي والإذن من ربنا سبحانه وتعالى. ولما ربنا سبحانه وتعالى أنزل للرسول الوحي كانت الإجابة في آية عظيمة جدا جدا قالت: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الرسول عليه الصلاة والسلام نقل الآية دي لليهود. ايه اللي حصل؟ زعلوا جدا واتضايقوا وعصبوا، ولا ازاي احنا عندنا الحكمة، احنا عندنا الوعي، احنا اللي عندنا الإدراك، احنا اللي عندنا التوراة، احنا اللي عندنا الأساس، احنا واحنا واحنا، وزعلوا جدا جدا من كلام الرسول. ولكن لما نيجي نبص للقرآن الكريم هنلاقي ربنا سبحانه وتعالى شارح لنا بالظبط ان اليهود ما كانش عندهم كل العلم، وكان عند سيدنا موسى بعض من العلم ولكن مش كل العلم. وشرح لنا في قصة سيدنا موسى مع سيدنا الخضر انه ما كانش عنده علم سيدنا الخضر، مع ان سيدنا موسى كان عنده التوراة وربنا كلمه وكان عنده الألواح وكان عنده مميزات عظيمة جدا جدا. ولكن بالرغم من كل المميزات العظيمة دي إلا انه ما كانش عنده العلم اللي كان عند سيدنا الخضر. ولما اتكلم معاه سيدنا موسى وقال له خليني اجي معاك وعلمني مما علمت رشدا، رد عليه سيدنا الخضر رد عظيم. قال له ايه؟ قال له انك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. يعني انت في الطريق لما بتشوف حاجات انت مش هتصبر عليها. وازاي تصبر وانت اصلا عندك الفضول ان انت عايز تعرف عايز تعرف عايز تعرف عايز تعرف. وده طبع البشر وطبع اليهود بالاخص، انهم دايما بيسألوا على الحاجات اللي ما يعرفوهاش عشان عايزين ياخدوا كل العلم لانفسهم. فإذا ربنا سبحانه وتعالى لما حط لنا سيرة الخضر مع سيدنا موسى عشان ينبهنا إن سيدنا موسى كان عنده جزء من المعرفة وما كانش عنده كل المعرفة. وسيدنا موسى لما اتكلم مع الخضر وشاف سيدنا الخضر بيخرم السفينة، وشاف سيدنا الخضر بيقتل الغلام، وشاف سيدنا الخضر وهو بيبني الجدار، في كل الأحداث دي كان على طول بيسأل ويشكك: انت ليه عملت كده؟ انت ليه عملت كده؟ طب انت ليه كده؟ طب انت ليه كده؟ وده طبع اليهود انهم دايما عندهم كتير استفسارات وكتير أسئلة. وحصل نفس الموضوع في موضوع البقرة لما جه ربنا سبحانه وتعالى أمرهم انهم يذبحوا بقرة صفراء فاقع لونها. طب شكلها ايه؟ طب هنلاقيها فين؟ طب هنعمل ايه؟ طب كذا طب كذا. هم الطبع بتاعهم هو كده، وكتير من البشر كده غير اليهود كمان عندهم طبع حب الفضول وحب المعرفة وحب انهم يعرفوا حاجات لم يؤذن لهم بمعرفتها. كويس؟ فيجي ربنا سبحانه وتعالى يكلمنا على قصة سيدنا موسى والخضر عشان يأكد لنا ان لما نزلت الآية على الرسول في حق اليهود انه يقول لهم وما اوتيتم من العلم الا قليلا، هم فعلا ما عندهمش من العلم الا القليل. وعلم ربنا واسع وكبير وبيديه لمن يشاء من عباده. يعني ممكن يكون رسول عنده كتاب وبيكلم ربنا او طلع لربنا او ربنا اصطفاه او كل الكلام ده، ولكن ممكن ربنا سبحانه وتعالى يختار شخص ملوش اي ذكر يذكر ولكن يديه الحكمة والعلم والمعرفة زي سيدنا الخضر سبحانه
سبحان الله. فإذا كون إن احنا نحتكر العلم على شيء معين أو على جماعة معينة أو على رؤية معينة أو على شكل معين، يبقى احنا كده قللنا من الحكمة من العلم والمعرفة، لأن ربنا سبحانه وتعالى واسع العلم وواسع المعرفة وواسع كل شيء، وبيدي لمن يشاء من عباده من علمه ومن حكمته. فهنرجع لنفس السؤال، لما جم اليهود اتكلموا مع الرسول وقالوا له ما هي الروح؟ القرآن الكريم جاوب على السؤال ده بمنتهى الصراحة ومنتهى الوضوح. ربنا سبحانه وتعالى في القرآن العظيم شارح كل شيء يخص رحلتنا على هذا الكوكب، من أول بداية الروح لما ربنا سبحانه وتعالى صورنا في الأشكال وبعد كده حط فينا من روحه، وبعد كده قد ايه الناس تأدي رسالتها في الحياة، وبعد كده انتقال الروح للعالم الآخر. إذن لو احنا عايزين نسأل عن الروح زي ما اليهود سألوا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ما هي الروح، لازم نسأل السؤال الأهم، هو إيه مصدر الروح؟ هو إيه مصدر الروح؟ ربنا سبحانه وتعالى هو مصدر الروح، هو مصدر النور، هو مصدر الرحمة، هو مصدر الخلق، هو مصدر كل شيء وأساس كل شيء والقائم على كل شيء. فالروح هي من أمر ربنا سبحانه وتعالى، وربنا سبحانه وتعالى لما اتكلم عن الروح كلمنا عنها بمنتهى البساطة والوضوح مع أول مخلوق خلقه ربنا سبحانه وتعالى من البشر، لما قال للملائكة إنه أنا هخلق بشر من صلصال ولما أنفخ فيه من روحي فقعوا له ساجدين. وهنا مهم جدا نفهم ان مصدر الروح هو ربنا سبحانه وتعالى. ولما جه ربنا سبحانه وتعالى اتكلم عن نفسه في القرآن الكريم قال الله نور السماوات والأرض. يعني ايه نور السماوات والأرض؟ يعني ربنا نور المعرفة، نور المحبة، نور العطاء، نور التسامح، نور الغفران، نور كل شيء. والنور هو معناه هو رمز لكل شيء جميل، لكل شيء واضح، لكل شيء فيه حب ورحمة ومودة. فإذا لما يجي ربنا سبحانه وتعالى يقول ونفخت فيه من روحي، يعني ادى للمخلوق ده شوية نور أو شعلة نور تقدر ترشده وتطلعه من الظلمات بتاعت الأرض للنور السماوي أو النور الإلهي. فلما يجي حد يسألنا ما هي الروح، نقول له خلينا نقول لك مصدر الروح الأول. مصدر الروح هو ربنا سبحانه وتعالى. إذن الروح أزلية أبدية لا تفنى لا تموت، لها رسالة المفروض تطبقها على الأرض هنا. عرفتوا شفتوا كام حاجة أنا قلتها لكم؟ فإذا الروح هي من أمر ربنا، إذن هي من عالم الأمر، يعني عالم كن فيكون. الروح هي كلمة ربنا سبحانه وتعالى، زي ما حصل مع ستنا مريم إن هو ربنا سبحانه وتعالى بشرها وقال لها إنه هيرزقها بكلمة منه وروح اللي هو سيدنا المسيح عيسى ابن مريم. فإذا مهم جدا نفهم إن الروح هي روح الخلق، إن ربنا يأذن ويدي الأمر بخلق روح لهذه الحياة أو خلق مخلوق لهذه الحياة. فإذا الروح بتمر بكذا مرحلة مش مرحلة واحدة. يبقى احنا دلوقتي اتكلمنا على مصدر الروح، عايزين نشوف بقى مراحل الروح اللي ذكرها القرآن الكريم. في الفيديو الجاي إن شاء الله هنبدأ سلسلة الفيديوهات اللي هنتكلم فيها عن بداية الخليقة خالص، أول ما اتخلق أول مخلوق على وجه الأرض. تابعوني، بتمنى لكم كل السعادة. أنا جينا اللوزي، مدربة وباحثة إسلامية. وما تنسوش تعملوا لي لايك وسبسكرايب وتحطوا لي في كومنتات تفتكروا إزاي بدأت الخليقة. بتمنى لكم كل السعادة. شكرا لكم.